أهلا بكم أيها الأصدقاء. من الصعب إيجاد الأجوبة على التساؤلات المزدحمة والمتناقضة عن مستقبل المنطقة بعد دخول سوريا تاريخا سياسيا جديدا. سقط النظام الذي لا تجد مبررات للأسف عليه، وذهبت سوريا إلى عالم افتراضي ما تزال ملامحه غامضة ومقلقة في ظل تزاحم أجندات الدول المتصارعة في عاصمة الأمويين. ولا بد هنا من الإشارة إلى مرحلتي حكم آل الأسد. مرحلة الأب الذي وصف بالديكتاتوري صنعت من سوريا دولة مؤثرة في الإقليم بغض النظر عن السياسات الداخلية، فيما مرحلة الأسد الابن حولت سوريا إلى دولة ضعيفة والى ساحه صراعات لاسباب تتصل بعوامل داخليه اولا وخارجيه ثانيا. ولكن يبقى الجامع بين المرحلتين ان المواطن السوري كان محاصرا بالهاجس الامني الذي قيد الامال بمستقبل افضل. وهذا لا يعني ان ما جرى من انقلاب او ما ضرب سوريا من زلزال سياسي عسكري في 8 ديسمبر هو النعيم المنتظر. ارتدادات الزلزال السوري وبطبيعة الحال أصابت أصدقاء النظام وجواره أولا، فيما الخصوم سارعوا إلى انتهاز فرصة التغيير وإرباكاتها لتنفيذ أجندات كانت صعبة التحقيق حتى وقت قريب. وأخطر ما جرى هو احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ الذي يعتبر أحد أهم المواقع العسكرية في أي حرب باتجاه لبنان من شرقه أو باتجاه دمشق. وفي ميزان الربح والخسارة، لو بدأنا بالخاسرين فإن ما عرف بمحور الممانعة هو الخاسر الأكبر، ليس لأن نظام الأسد كان القوة الأبرز أو أنه كان يخطط لحرب تحرير فلسطين، وإنما كان يشكل العقدة الأقوى في جغرافيا المحور كأرض إمداد تسليحي. لم يعد هناك من محور ممانعة بعد تدمير غزة وكسر حزب الله، فيما إيران تصارع من أجل إبعاد نار الحرب عن أرضها. ولعل النتيجة الأكثر استراتيجية هي إنهاء حزب الله كقوة إقليمية محورية وعودته إلى داخل حدود لبنان بدور يتأثر بحسابات إقليمية ولا يستطيع إلا التأقلم معها. وروسيا هي الخاسر الآخر إذا ما اضطرت لفك قواعدها من سوريا، فيما الصين خسرت جل طموحاتها باتجاه مياه المتوسط عبر مخطط الممر الآسيوي البري. ولكن ماذا عن سوريا؟ الرابح الأول في سوريا هو شعبها الذي تنفس هواء الحرية. أما الرابح إقليميا فهي إسرائيل التي دمرت البنية العسكرية للجيش السوري وبات طوق الحرب طوقا أبيض مع سقوط جبهتي حزب الله وسوريا. وثانيا تركيا التي تدعم وتسعى بالشراكة مع الولايات المتحدة للوضع السياسي الجديد في سوريا. ولكن يبقى السؤال: كيف ستكون العلاقة اللبنانية السورية؟ هل سيتجاوز حكام سوريا الجدد جرح دعم حزب الله للنظام السابق؟ جنبلاط الذي يتهم الأسد الأب باغتيال والده كمال جنبلاط وبتصفية قيادات لبنانية بارزة على رأسها الشهيد رفيق الحريري كان أول السياسيين اللبنانيين الكبار الذي يزور دمشق. البيك زار دمشق ليبارك للشعب السوري تحرره من نظام مستبد، وأخذ تطمينات من الشرع بعلاقة جوار أخوية. لكن الجولاني ليس وحيدا. ماذا عن الفصائل الأخرى؟ المؤكد أن لبنان تأثر بكل تاريخ بما جرى ويجري في سوريا، والجانبان في علاقة بنيوية عضوية وتاريخ شبه متكامل. القضية بين احتمالين يرتبطان بنجاح الأطياف السورية في الاتفاق على المرحلة الانتقالية، وعليه يتم تحديد شكل العلاقة مع لبنان. والمخاوف فقط من بعض القوى المتطرفة غير السورية في ظل الضبابية التي تسيطر على المشهد السوري. بالمحصلة، يمكن القول إن قرار المنطقة وبنسبة كبيرة جدا بات معقودا لصالح أمريكا، وأن إسرائيل عادت إلى تفوقها العسكري والتكنولوجي، وأن تركيا فازت
بحجز موقع القوة الثانية والفاعلة في المنطقة، لأن من له اليد العليا في سوريا يؤثر بقوة في معادلات المنطقة.